يعني ارتيتا لازم يتاخر، لازم يبقى مزنوق عشان يكسب. هيكون عندهم ماتش صعب جدا في السان جيمس بارك، في تحدي كبير. الماك بايس بيلعبوا اداء كويس جدا، وشفناهم في الشامبيونز ليج لعبوا كويس، وشفناهم في الكاس. عامه هو في الاصابات اللي موجوده المفروض ارتيتا يعني يلعب عليها. حاليا هو المستوى اللي بيأدوه اقل شويه من المستوى اللي كانوا بيأدوه الموسم اللي فات، لكن عامه الفرقه بتوصل كرات خطيره مع النجم ايدي هاو الانجليزي. وان ايدي هاو كانت مشكلته في اول الموسم زي ما اتفقنا الافتتاحيه ما كانتش تمام بعد رحيل ايساك من عنده، وما قدرش ان هو يعني يلحق نفسه. فولت ميد، اعتقد فولت ميد مهم جدا ان هو يبتدي اللعيب الالماني قوته الضربه قدام عشان ياخد انظار سليبه وماجالايش. مهم جدا التحركات اللي هيعملها بينهم. جوردن يقوم بالمستويات الكويسه اللي بيحاول يعملها. من ناحيه ارتيتا المفروض انه ما يفكرش في الدفاع تماما، في مشاكل عند ايدي هاو في دفاعه. فابيان شار مش هيكون موجود، مصاب. حتى باتمان خرج من المباراه اللي فاتت عنده شكوى بسيطه جنب بيرن، فطبعا كده في خلل شويه ممكن يستغله نجم جوي كريش في الحته دي. ايزي بلاش تلعبوا على الجنب، انك تبدا بايزي ووراهم سوبي ميندي ومعاه رايس. برا في الدفاعات هيكون عنده تيمبر زال بيقدم مستويات كويسه طبعا. لويس سكيلي مش عارف امتى هنشوفه. المباراه دي محتاجه سرعات، فبالشكل ده لازم ياخد باله قوي مين هيلعب في الحته دي، كالافيوري ولا لويس سكيلي. فبكده عوده ساكا كانت في ميعادها، ولو انه اتخبط في المباراه اللي فاتت يعني وخرجوا يعني قلق ارتيتا كان فظيع في ماتش الكاس. الناحيه دي مارتينيلي مش تروسر. الماتش ده هيكون مثير فعلا، ويعني عايزين نشوف ماتش جميل بين اتنين مدربين بيحبوا يلعبوا كرة جميلة. عامة ارتيتا يعني مازال عنده مفاتيح ان هو يكسب المباراة دي، ومازال ايدي هاو عنده مشكلة في ان هو يحرز اهداف. بيوصل كتير لكن ما بيحرز الاهداف يعني المرجوة من التشانسز اللي بتجيله. اتوقع الماتش ده يكون مثير وجميل. من وجهة نظري ان الارسنال يكسب، الا لو ارتيتا كان خايف تاني. وما دام وصلت معايا لاخر الفيديو اتمنى انك تدعمني بالشير واللايك، وتقول لي رايك في الكومنتات، وبرد على الرسائل على صفحة الفيسبوك. وان شاء الله اشوفكم على خير. معايا محمد القاضي، البريمير ليج غير. سلام.